واش اخبارك بانه ما كايناش عداله ضريبيه في المغرب؟ واش اخبارك بان الطبقه العامله كتخلص ضريبه اكثر من الشركات او الطبقه البرجوازيه؟ واش اخبارك بان 78% من اصحاب الشركات المسجلين في الضريبه كيصرحوا بانهم ما ربحوا حتى شي ريال؟ واش اخبارك بان الطبقه العامله كتخلص ضريبه اكثر من الشركات او الطبقه البرجوازيه؟ واش اخبارك بان الحكومه داكشي اللي ما قدرش تطبقه في الضريبه على رجال الاعمال من مدارس خصوصيه، من عيادات طبيه، من شركات، من معامل، طبقاته على الطبقه المتوسطه؟ واش اخبارك بان هذاك الدرويش اللي تيشري العدس كيخلص عليه تقريبا 68% من الضريبه؟ معلومات ومعطيات صادمه على الضريبه في المغرب تقدر تسمعها لاول مره. اخواني السلام عليكم، معكم صفحه التجاره في المغرب. اي نظام ضريبي باش يكون ناجح خاص تكون فيه عداله ضريبيه. ايوا نبداو بالدستور المغربي اللي كيأثرنا كاملين. شنو كيقول على الضريبه؟ الدستور المغربي تيقول في الفصل 39 و40 انه على الجميع ان يتحمل كل على قدر استطاعته التكاليف العموميه التي للقانون وحده تحديدها وتوزيعها وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدستور. وفي الفصل 40 تيقول على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية أو بشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها من التكاليف التي تتطلبها الإعباء الناجمة عن آفات وتنمية البلاد. بمعنى أن الدستور كينص على العدالة الضريبية بين المواطنين والشركات وجميع فئات المجتمع. اجي نشوفوا واش توصيه الدستور تطبق على ارض الواقع او لا، واشنا هما مساوئ قانون الماليه الجديد. اخوان بارطاجيو معنا الفيديو وتسناو الجزء الثاني باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.